كاميرا جوه البيت رصدت لنا التقرير اللي هنشوفه دلوقتي. اتفضلوا. النهارده احنا موجودين بمحافظة السويس وبنتكلم عن شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية سيماتكو كدعم مننا للمنتج المحلي اللي بيخرج من بلدنا الحبيبة. شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية اللي هي وزارة قطاع الأعمال العام والمصانع بمنطقة عتاقة بمدينة السويس. تأسست الشركة لإنتاج الأسمدة النيتروجينية سنة 1946 وبدأت بإنتاج سماد النترات الكالسيوم سنة 1951. توقف المصنع سنة 1967 بعد العدوان الإسرائيلي واتنقل لموقع الشركة بطلخة سنة 68. وسنة 76 بدأوا في إعادة تعمير المصانع بموقع الشركة بالسويس. وبتعمل الشركة في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية الوسيطة زي الأسمدة الصلبة، نترات النشادر، سلفات النشادر والأسمدة السائلة. شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة والمواد الكيماوية. للشركة مدينة سكنية ملحقة بالمصانع متكاملة المرافق والخدمات للعاملين بمقابل رمزي جدا. كمان موجود مدرسة تعليم أساسي ابتدائي وإعدادي لأبناء العاملين والعاملات. كمان موجود نادي رياضي واجتماعي بيقدم النادي خدمات للعاملين بأسعار مخفضة. ورئيس شركة النصر للأسمدة الحالي هو المهندس حمدي جابر. شركة النصر للأسمدة بالسويس من الشركات الرائدة اللي لازم نتكلم عنها، علشان كده كان التقرير ده. أحمد هشام.